كل سنة وانتم طيبين. رمضان كريم عليكم وعلينا يا رب. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ده بقى معانا اول فطار لرمضان. تعالوا يلا نشوف هنعمل ايه. معانا هنا كده بطة، ودي بقى بصلة كده بشرينها او مقطعينها قطع صغيرة كده في الكبة، فرمينها في الكبة او بشرينها او نقطعها قطع صغيرة. هنا كده ضفت عليها كده معلقة كمون صغيرة كده، دي معلقة صغيرة خالص، ومعلقتين فلفل كده صغيرين، المعلقة اللي أنا بعاير بيها دي، ورشة الملح دي. وأهم حاجة في الخطوة بتاعة المرتة، البصل اللي احنا هنعملها مرتة، اللي احنا نقلبها حلوة قوي كده بإيدينا. بعد كده بقى ايه، نحشبها للبطة زي ما انتوا شايفين كده. هنا بقى هنخيطها او إيه، عندنا خلة، لو متوفر خلة نقفلها بخلة، بس ما كانش متوفر عندي فخيطت كده بقى. خلصتها كده. هنا كده بقى معايا مية سخنة، مية كنت غلياها، وبعد كده نزلت بقى بالبطة وب... وباقي حاجات البطة وكده. هنا كده بالشكل ده. هنا كده انا كنت سلقتها كده 10 دقايق، وبعد كده بعد ما سلقتها 10 دقايق كده جبت حلة ونزلت بيها ببصلاية وبحبهان ومستكة، ولو في كبابة صيني كمان بضيف معاه. واحلى حاجة كده في الحبهان اللي احنا ندقه كده عشان يدي طعم كده للشوربة كده والبط. ونفضل كده بقى نشوح فيه كده البطة بتاعتنا كده. اهم حاجة التشويحة دي بقى هي اللي بتفرق في طعم البط معانا. نشوحها كده في الزيت شوية. هنا كده اما الاقيها بدأت كده تصفر شوية، ابدأ اقلبها بقى على بطنها كده زي ما انتوا شايفين. بفضل اقلب فيها كده. وهنا كده معانا ورق لورا، ونزلت عليها دي رشة فلفل كده معاها وانا بشوحها كده في الزيت، بتبقى طعمها حلو. بنفضل كده نشوح فيها شوية. وهنا بقى معانا مية مغلية كده، بننزل عليها كده بالبطة بتاعتنا. وارجع تاني بزود المية لما البطة كده زي ما انتوا شايفين كده، لما البطة نغطيها خالص، واقفل بقى عليها واسيبها بقى. هنا كانت معانا بقى استوت خالص اهي. دي كانت الشوربة بقى بتاعتها. وكده خلصنا البط. هنعمل بقى مع بعض كده بطاطس. هنا كده بقى معانا البطاطس بتاعتنا، قشرناها وغسلناها وهنقطعها كده بالشكل ده. هنعمل بقى صينية بطاطس كده مع بعض في الفرن. انا هعمل الكمية دي.
كده بقى خلصنا كمية البطاطس بتاعتنا. هنا بقى كده معانا بصل، هنقطعه كمان كده شرايح بالشكل ده. خلصنا كمان كده تقطيع البصل بتاعنا شرايح. الفلافلة كمان هنقطعها كده، هنقطعها كمان شرايح. ومعانا هنا كده فلفل حراق، هنقطعه كمان شرايح كده زي ما انتم شايفين. وطماطمية كده صغيرة كده. هنجيب كده بقى بولة كده او طبق كبير كده، ننزل عليه بقى بالخضار بتاعنا كده بالشكل ده. وننزل كده عليه بتوم، وهننزل عليه كده بالبهارات بتاعتنا، فلفل وقرفة وكمون. وهضيف كده بقى كده معلقة ملح صغيرة. وهبدأ قبل ما اضيف البطاطس كده اقلب الخضار بتاعنا كده الاول كده. بتفرق التقليب بالشكل ده، بيفرق جامد في طعم الخضار بتاعنا. وهضيف بقى كده البطاطس بتاعتنا. نفضل كده بقى نقلب الخضار كده مع البطاطس بتاعتنا. وهنضيفه كده الصلصة عليه، هننزل بالصلصة بتاعتنا عليه. هننزل كده بالصينية بتاعتنا، والخضار بتاعنا في الصينية بتاعتنا، وندخله الفرن. وهنا خلصنا بقى كده الخضار بتاع البطاطس بتاعتنا. هنعمل بقى الرز بتاعنا. هنا كده معانا حلة، نزلت بيها بمستكة وحبهان، والزيت كان سخن كده. نزلت بقى كده بشوية رز صغيرين عشان هنعمل رز رزاية ورزاية، هو اسمه كده. كده بقى ما الزيت بتاعنا سخن، نزلت بقى بشوية الرز دول. ممكن تقللوا او تكتروا على حسب يعني، بس هما بيضيفوا كمية كده. ونفضل بقى كده نقلب كده لما يبدأ كده يصفر مننا. بس اهم حاجة التقليب باستمرار. زي ما انتم شايفين كده بدأ يصفر كده
خلاص كده بقى كله بقى النتيجة اللي احنا عاوزينها. هنزل بقى كده بالرز بتاعنا الابيض بقى بالشكل ده كده، نفضل بقى نقلبه كده في بعضه. ونضيف بقى كده المية بتاعتنا. وهنا بقى نضيف الملح ونقلب كده بقى في الرز. انا عاملة مجين ونص رز، وضفت عليهم مقدار المية بتاعتهم، وضفت مقدار الملح. وكده خلصنا الرز بتاعنا بقى كده، وعرفنا بقى كده الفطار بتاعنا. كل سنة وانتم طيبين. الرز طبعا مش واضح في التصوير، بس كان واضح واحنا بنعمله مع بعض. وعاملين كده عصير مانجا. كان فطار كده خفيف وحلو. كل سنة وانتم طيبين وبخير يا رب.